صدق، قم يا ابني قم هي. قم بين اقول لك جينا عندي سريع يلا. ما اشتي يلا تمام الحين يلا شاق ما ابدل ولا حاجة شيء. أنا ما عرفتش هذا قمامة هذا قمامة هذا أصحابي يصيرون منها. انه ما عاد فعل هولا يا ابني. ما يما وانا عاد شلهن. أنا عاد أشلهن أزغفنا القمامة ما أفعل بهن. انها تغفنا القمامة يا ابني، بدل ما تغفنا القمامة الناس مساكين. يما ما دخلين المساكين يسدوا أرواحهم ما علي أنا. اديهم للناس المساكين. وانت داري يا ابني هذا الايام برد بالناس راقدين في الرصواف، به ناس راقدين تحت كراسي يا ابني. حرم عليك، بدل ما تغفن يا ابني سلهن المغسلة وغسلهن، وانا شتي لك 2 بطانيات او 3 الذي موجودات، وسير اديها للناس المساكين يا ابني. رضي عليك. أتسمع كلامي يا ابناي؟ لا حول الله يا رب. والله يما كلام الصح. يلا الله يدي لك العافية يا ابنيها. خاطرك يا ابني، انا شاسر اجهزها لك ونجهز الا حقتك هذه ما تشتيهنش، وشلنا المغسلة يلا. والله إنه صدق بقى أطفال وشيابات ونساء راقدين في الشوارع ما بش معاهم ما يطفوا. الذي راقد في الرصيف والذي راقد فوق الكراتين والذي راقد نحمد الله يا راقدين في بيوتنا ومعانا في بطانية 3 متدفين بهم. من يحس بالمساكين الذي بيرقدوا بغير بطانيات بغير أي شيء. لا حول الله يا رب. أي واحد مع الملابس زيادة أو مش محتاجهن أو بطانية زيادة دوهن للناس المساكين. حسوا بالبرد الذي أنتم عايشين وأنتم داخل البيت دافي، حسوا بالذي خارج. أو ماشي اجمعوا لذاتكم في مؤسسات خيرية شلوهن وتصدقوا بهم ومعدوهن للناس المساكين ولا تزغفوهن للقمامة. حسوا ببرد المسكين، حسوا ببرد